اهلا بيكم. في الفيديو ده هنشرح تطبيق مونيمستر المقدم من شركة اي ماي فون. التطبيق ده بيعمل مراقبة كاملة للأجهزة بأدق التفاصيل، زي انك تشوف شات واي حرف الكيبورد بيكتبه، جهات الاتصال، سجل المكالمات وموقع التليفون، وتقدر تدخل على الصور والفيديوهات والرسائل النصية وسجل التصفح، وكمان اي حاجة اتحذفت من على التليفون تقدر ترجعها وتشوفها، شبكة الواي فاي والكاميرا والسكرين شوت وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي، حرفيا كأن الفون بتاعك. طيب السؤال الأهم، هل ده غير قانوني؟ بالتأكيد لا، مفيش أي مشاكل غير قانونية، وده لأن التطبيق متبرمج خصيصا عشان الآباء يراقبوا أطفالهم، فبالتالي التطبيق بيعرض على المستخدم كل الصلاحيات اللي هياخدها من الفون وانت بتوافق على السياسة دي، وده شرط تثبيت وتنزيل التطبيق. والأحلى والأجمل إنه بيشتغل على الأندرويد والآي أو إس. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، أول ما نضغط عليه هيفتح لنا الموقع بالشكل ده كل الصلاحيات وكل التطبيقات اللي بيقدر يدخل عليها ويراقبها ويعرف ايه اللي جواها. بيفتح التطبيق بالظبط كأنك انت اللي فاتحه. اول ما ادوس على لوج ان الموقع هيظهر لي بالشكل ده. هنا بسجل الايميل والباسورد اللي انا عملت بيهم الحساب. لو انا مش عامل حساب ببدأ اجي على سين اب وببدأ اعمل حساب جديد، بس بما اني عامل حساب فانا هدخل على طول. بعد ما بعمل الحساب وكله تمام بيبدأ يجي لي الواجهة دي. هنا ببدأ احدد الباقة اللي هتناسبني، سواء شهر او 3 او سنة على حسب استخدامي. هسيب لكم كود خصم في صندوق الوصف بيوصل ل 30% خصم على اي باقة من الباقات دي. عندي 3 اختيارات، مونيماستر فور اندرويد، عندي مونيماستر فور اي او اس، وكمان عندي مونيماستر نسخة الواتساب بس. ادخل على سيت اب، هيجيب لي الصفحة دي يا جماعة. بيقول لي اول خطوة ان انا هاخد اللينك اللي قدامي ده واروح على جوجل كروم من على التليفون وابدأ اثبته. طبعا كل ده سكرينات بيعرفك ازاي تثبت التطبيق من الصفر لحد ما يشتغل معاك، بس انا وظيفتي هنا اني اشرح ازاي بشغل التطبيق. اروح على جوجل كروم للتليفون واحط اللينك وابدا اشد الشريط ده على اليمين زي ما احنا مش شايفين كده. هيبدا التطبيق ينزل معانا، استناه، وبعدين اعمل له سيت اب وابدا اوافق على كل الصلاحيات والاتفاقيه اللي عاملها دي. تمام. هنا هكتب الايميل والباسورد اللي عملت بيهم الحساب من على الكمبيوتر عندي. تمام. هنا بيطلب مني اسم الطفل وكمان عمره، ودي كل الصلاحيات اللي التطبيق بياخدها من على التليفون عشان انا اقدر بعد كده افتح اي حاجة انا عايزها من على الموقع الرسمي. هنا هبدأ اديله كل الصلاحيات اللي هو محتاجها على التطبيقات. زي ما قلت لكم ان كل الخطوات دي موجودة عندي في السكرينات اللي على الموقع، فلو اتلخبطت في اي حاجة واثناء التثبيت تقدر ترجع للسكرينات اللي على الموقع وتعرف طريقة التثبيت بالملي. وهنا كل الصلاحيات اللي بيطلبها انا بديها له. بعد ما خلصت كل حاجة التطبيق اتثبت على التليفون. الميزة الحلوة والجميلة جدا ان التطبيق بعد ما بيتثبت بيبدأ ان هو يختفي تماما من على التليفون، بيتنكر حرفيا في اي تطبيق تاني، وده عشان الطفل بعد كده ما يقدرش ان هو يحذفه من على التليفون. بعد ما خلصنا كل حاجة على التليفون هنروح للموقع تاني وبعدين ندوس على فيريفاي سيت اب. دي بقى الداشبورد اللي من خلالها اقدر اجيب اي حاجة على التليفون زي المكالمات والمسج والكونتاكت والصور والفيديوهات وجميع التطبيقات اللي تتخيلوها اللي على التليفون، سوشيال ميديا، العاب، والبراوسر هيستوري والفون فايلز. والاهم من ده كله ان انا اقدر احدد مكان التليفون فين بالظبط. فتعالوا مثلا كده اما نجرب ناخد سكرين شوت. نبدا ان احنا نفتح اي تطبيق من على التليفون عشان نجرب ونيجي على الموقع ناخد سكرين شوت بكل سهوله. طبعا مش محتاج اكرر تاني، انا اقدر افتح اي حاجه من على التليفون كأن التليفون معايا بالظبط. اقدر اخد فيديو، برضو اقدر اسجل فيديو شات، برضو اقدر اسجل فيديو لايف من على التليفون. كل حاجة تتخيلوها يا جماعة. طبعا مش محتاج افكركم ان سايب لكم في صندوق الوصف كود خصم بيصل لحد 30% على كل الباقات المدفوعة اللي في الموقع. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.